النهاردة هنعمل الشريك مع بعض، هنعمله بطريقة سهلة جدا. الشريك من احلى واسهل المعجنات اللي تقدري تعمليها وتشتغلي فيها، وهيطلع معاكي هش وقطني بطريقة حلوة جدا ومقادير مظبوطة. شايفين ما شاء الله طالع جميل ولونه حلو قوي. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي. ياريت ما تنسيش تحطي لايك واشتراك في القناة. اول حاجة معايا كوباية من الحليب، انا مش هحطها كلها، انا هحط كده كوباية الا ربع منها. واهم حاجة ان الحليب دوت يكون دافي، واحط الباقي جنبي لو احتاجته وانا شغالة. بعد كده معايا نص كوباية من السكر، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم مع بعض كويس قوي. واهم حاجة ان الحليب يكون دافي عشان خاطر الخميرة تتفاعل معاه بسرعة مع السكر برضو كده. بعد كده هبدأ ان انا احط تلت كوباية من الزبدة. ممكن انت تستعملي زيت، وممكن برضو تحطي زيت على زبدة، بس انا كان متوفر عندي زبدة فحطيتها. هقلبها برضو كده مع بعض. بعد كده هبدأ ان انا اضيف كمان بيضاية درجة حرارة الغرفة. هضيفها كده وهبدأ ان انا برضو اقلبها كويس. وهضيف كمان باكت من الفانيليا عشان البيضة اللي احنا حطيناها، ومعلقة كبيرة من الخل. هنقلب المكونات دي كويس كده مع بعضها. بعد كده هبدأ ان انا اضيف نص كيلو من الدقيق، وهبدأ ان انا انخله كويس. وبرده هضيف له رشة من الملح. بعد كده هبدأ اعجن العجينة كويس قوي. دمجت كده الدقيق مع المواد السايلة، وهبدأ المها بايدي واعجنها. واهم حاجة في نجاح الشريك ان احنا نعجنه كويس قوي، مش اقل من ربع ساعة. بدأت اعجنه بالشكل دوت كده. لقيت العجينة برضو ناشفة معايا، هبدأ ان انا اضيف لها كده الحليب بالتدريج عشان ننشط العرق في قلب العجينة. العرق دوت هو مادة الجيلاتين اللي بيكون في قلب الدقيق. كل ما ينشط كده في قلب العجينة كان هتخلي المخبوزات معاكي بعد التسوية خفيفة جدا وهشة وقطنية. هبدأ ان انا اعجن كده العجينة بشوية الحليب اللي انا حطيتهم. اهم حاجة نخدم العجينة كويس قوي في العجن عشان تطلع معايا نتيجة مظبوطة زي ما انا عايزة. وما شاء الله كده العجينة بقت طرية معايا. العجينة بتاعت الشريك بتبقى بتلزق كده بسيط، يعني مش طرية جامد بس بتلزق كده. انا لميتها كده معايا كورة بالشكل دوت. وهجيب بولة نظيفة، وهبدأ ان انا ادهنها كده بدهنة بسيطة من الزيت. وحطيت العجينة بتاعتي فيه واغطيها بستريتش راب، وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة. وانا استخدمت كوباية الحليب كاملة تمام كده. وهنا بعد ما العجينة خمرت معايا عدى عليها نص ساعة، بدأت كده ان انا اشيلها كده من البولة، وهبدأ ان انا احطها قدامي بالشكل دوت. هبدأ ان انا اشكلها. انا عملت كده كل كورة كنت عملتها 50 جرام، يعني كان عندي ميزان كده وزنت كل كورة 50 جرام. انتي ممكن تعمليها 40، او ممكن برضو تكبريها شوية تعمليها 60. بس ما تكبريش قوي لان الشريك كده كده في مادة رافعة، في مواد رافعة كتير اللي هي الخميرة والبيض، فكده كده حجمه هيتضاعف بعد السوا. تمام. انا عملت الحجم بتاعه 50 جرام، وكان الوزن بتاعه كده كان مظبوط بالنسبة لي. عملوا معايا بالظبط 18 واحدة. بتشكلي وتخلي السطح بتاعهم ناعم قوي على قد ما تقدري، علشان خاطر بعد كده يبقى شكل الشريك في الاخر شكله كده منتظم ومفهوش اي شقوق من على الوش. تمام. وانتي بقى شغالة بتغطي العجين بتاعك بكيس تلاجة نظيف عشان خاطر برضو ما يعملش اي قشرة من فوق وتضايقك وانتي بتلفيه في الاخر. بعد كده جبت الصاج اللي انا هشتغل فيه، دهنته دهنة بسيطة خالص كده من الزبدة. ودهنة الزبدة دي هتسهل علينا ان احنا نرفع الشريك كده ونشوف تسويته عاملة ازاي من تحت وهو في الفرن. هنبدأ بقى بأول واحدة احنا كورناها، وهبدأ ان انا الفها كده شكل رول بالراحة خالص. ما تضغطيش قوي، يعني انتي بتشكلي كده تخليها متساوية، وتخلي السطح بتاعها املس وناعم. بعد كده هنبدأ نلفها بالشكل اللي انتي شايفاه كده، وهنبدأ نمسك باقي الرول ونلفه كده حوالين نفسه زي الحلزونة بالظبط كده. بعد كده اخر الطرف كده بنضغط عليه وبنتنيه تحت الشريك، عشان لو سبتيه جنبها او ما تنتهوش كويس تحتيها هيفتح معاكي في التخمير وفي الفرن، وهيبقى شكله مش حلو. فهنقفلها كويس ونظبطها ونرصها في الصاج اللي احنا حضرناه مع بعض. وبتحطي كل واحدة كده بعيد عن التانية لان حجمه بيتضاعف جامد لما بيدخل الفرن. بعد كده هبدأ برضو ان انا اعمل واحدة تانية والفها بنفس الشكل كده. بلفها رول طويل وما نضغطش عليها، وبرضو ببدأ ان انا الفها بنفس الطريقة كده حلزونة كده حوالين نفسها. واخر الطرف هبدأ ان انا اقفله كويس واحطه تحت الشريك بالشكل دوت. وهبدأ ان انا اضغط عليه كويس قوي عشان ما يفتحش مني زي ما قلتلك، وبيخلي شكل الشريك معايا في الاخر مش حلو. هظبطها بقى واحطها في الصاج بتاعي.
هنعمل واحدة كمان مع بعض. هبدأ ان انا اضغط عليها كده بكف ايدي بالراحة، ضغطة كده خفيفة، واول ما بنوصل للطول المناسب هبدأ ان انا الفها بالشكل اللي انتي شايفاه دوت. ما نخليش اللفات فوق بعضها، نخليها كده جنب بعض بالشكل دوت عشان في الاخر يطلع معانا شكله حلو. هخلص كل الكمية بقى بنفس الطريقة اللي انتي شفتيها دي، وكل واحدة اول ما اخلصها هحطها في الصاج جنب اختها. هنا كنت خلصت كل الكمية اللي عملتها. انا هسيبها بقى ترتاح من ساعة الا ربع ساعة. اول مرة احنا سيبناها ترتاح نص ساعة بس مش اكتر. لازم بقى تاني مرة دي نسيبها تخمر براحتها خالص، بنغطيها بكيس تلاجة ونسيبها بقى تخمر براحتها حسب درجة الحرارة عندك. انا سبتها عندي ساعة تخمر. التخمير ده طبعا بيرجع على حسب درجة الحرارة عندك في مطبخك. هنا بعد ما عدى عليها ساعة بالظبط انا كنت عاملة بقى الدهان اللي انا هدهنه على الوش. شوية كده من الحليب على شوية من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، وحطيت برضو تذكرة من الفانيليا عشان تديها برضو ريحة حلوة. عايزة اقولك ان في ناس بتدهن بقى صفار البيت، بس انا بصراحة ما بفضلش خالص صفار البيت في دهان اي معجنات، بفضل كده احسن. بعد كده هبدأ ان انا ارشها كده رشة من السكر، والسكر هنا بيديها كده لون حلو قوي وبيديها طعم برضو جميل. والسكر مش بيتحرق خالص ولا بيسيح ولا بيجراله اي حاجة لما بيدخل الفرن، وممكن تستغني عنه مفيش اي مشكلة. وممكن تحطي برضو رشة كده من السمسم، بس انا بفضل السكر بيديها شكل ولون وطعم حلو قوي. انا هرش كده على كل الشريك اللي انا عملته وهدخله بقى الفرن. انا الفرن كنت مشغلاه كده قبلها بربع ساعة، وهنا بعد ما طلعت معايا من الفرن كانت بالشكل الجميل دوت. بعد كده وهو سخن كده جبت معلقة كده كبيرة من الزبدة وبدأت ان انا ادهن الوش بتاعها اول ما بيطلع على طول من الفرن. هو كده كده ما شاء الله بيطلع طري مش ناشف. العجينة دي بتبقى طرية جدا يا جماعة، بس الزبدة كده ممكن بتديها كده لون حلو قوي وبتديها طعم جميل. وممكن برضو تدهنيها عسل نحل او السيرب اللي احنا بنعمله للكنافة او الحلويات بتاعتنا. شايفين ما شاء الله طري ازاي. نيجي بقى لمرحلة التسوية. انا دخلت فرن مسخن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة عالية، الشبك اللي تحت خالص. اول ما بياخد لون كده بسيط من تحت ببدأ ان انا اهدي النار عليه من تحت، واشغل الشواية برضو ايدي فيه بقلبه على طول. واول ما بياخد لون من فوق كده بطلعه، واخد معايا في الفرن بالظبط 12 دقيقة وبطلعه بيبقى معايا طري بالشكل دوت كده، واخد لون ذهبي من تحت ومن فوق اخد لون حلو قوي. ما شاء الله شايفين الجمال عامل ازاي. ما شاء الله الشريك دوت من اسهل المعجنات اللي ممكن تعمليها في البيت، وما بياخدش وقت خالص في الفرن، بتطلعيه على طول. ما شاء الله طالع معايا طري من الفرن، حاجة كده في منتهى الجمال، احلى كتير من اللي بنشتروه من الافران واوفر بكتير طبعا. ما شاء الله طالع معايا كله هش وطري واخد معايا لون ذهبي من فوق ومن تحت. شايفين ما شاء الله هش معايا ازاي. ما شاء الله العجينة بتاعته هشة وقطنية وخفيفة جدا. جربوه بقى كده وقولولي رأيك في الكومنتات. ولو أول مرة بتشوفيني اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.